في فيديو النهارده هنستلم المدرب جاتوزو واقول لك على افضل خطه تقدر تستخدمها ليه، وكمان هعالج لك بعض الاخطاء الدفاعيه. فيلا بينا ندخل على الفيديو النهارده، يلا بينا. طب يا شباب، قبل اي حاجه حابب افكرك ان كل يوم الساعه 11 بيكون معانا فائز بحساب، فانت تقدر تخش وتشوف بنفسك. في 2 لغايه دلوقتي فازوا، وفي ناس كتير فازت باحمد حسن. فانت مستني انزل اضغط لايك واشترك معانا وفعل زر الجرس، تاكد على الكل، ويلا بينا رجاله على استلام جاتوزو. طب يا رجاله، هنا بالنسبه للايفنت ان كل اسبوع هيكون لينا 150 نقطه نقدر نستلمهم. طبعا احنا استلمنا 150 في الاسبوع اللي فات، ولكن انا اشتريت 50 كوينز تقريبا ب 50 نقطه ولا حاجه، واستلمت دلوقتي يعني باقي على ال 300 بتوع المره دي لسه باقي 90 نقطه، فانا معايا 170. يعني عموما احنا جمعنا النقط بتاعته، وهنشتري دلوقتي جاتوزو وهنشوف ستايل لعبه ونتكلم عن كل حاجه ليه. فاستلمناه، تعال ندخل كده على التشكيله، غير الراجل الطيب ده وهات لي جاتوزو. طب يا رجاله، دلوقتي استلمنا المدرب ونزلت مدرب جاتوزو، وهنخلي دلوقتي اسلوب لعبه او طيب. هنشوف اللينك اب بتاعه، يلا على السريع كده نضغط هنا ونبص كده نشوف البوسترات. طيب بيدي واحده في التاكلينج، وبيدي بوستر في اللوفت باص يعني الزحلقه، وكمان اللوفت باص اللي هو التمريره المرتفعه. طيب ده كويس جدا عشان الناس بتلعب عرضيات. هنيجي بقى نقطه اللينك اب عنده، فهو بيباص الكوره من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. طب تعالوا نشوف كده اللعيبه واساليب اللعب. هنا اللاعب الاولاني اللي هو بيكون كرييتيف بلاي ميكر في مركز الام اف، يعني الابداع في صنع اللعب، ده اسلوب لعبه. اما بالنسبه للاعب الثاني مفتاح اللعب، وهو هول بلاير في مركز ال ام اف ومركز الار ام اف. طب تعالوا كده اقول لك بقى على التشكيله وتوزيعة اللعيبه على ارض الملعب، واقول لك ازاي تقدر تستخدم اللينك اب وافضل خطه ليه. بص يا باشا، احنا اول حاجه هنلعب بخطه 4-2-4. هتجيب الخطه دي بالظبط، ايوه دي اللي انت شايفها دي. بعد كده احنا محتاجين لاعب في خط الوسط في مركز ال ام اف يكون كرييتيف بلاي ميكر، تمام. محتاجين بقى لاعب يكون ار ام اف وال ام اف. احنا محتاجين الجناحين الاثنين، تمام. هنخلي بقى الار ام اف او ال ام اف واحد فيهم يكون هول بلاير اللي هو ما بين الوسط والهجوم. اما بالنسبه لمركز الدي ام اف هتجيبه يكون انكر مان. ان بالنسبه للاعب التاني اللي هنا يكون لاعب مثلا بقى بيرفع، يعني هنا هول بلاير مهاره وسرعه زي نيمار. اللاعب اللي هنا يكون كروسنج اللي هو بيعرف يرفع الكوره. طيب طالما هترفع من الناحيه دي، لو خليت الناحيه دي يرفع تخلي بقى الناحيه دي بيضرب بالهيد، وتخلي الناحيه دي سرعه. طيب مين عندي بيضرب بالهيد في الهجوم؟ ممكن طبعا احط كولر كده، وممكن احط طبعا لاعب هنا واخليه بقى اس اس. طبعا ده خلط وهخليه اس اس يا رجاله. هنضغط كده وخليناه اس اس، تمام. فعندنا هنا هنخلي لاعب اس اس هول بلاير، معانا هنا هول بلاير، وهنا طبعا كرييتيف بلاي ميكر، وهنا طبعا يكون الخفه والسرعه والتسديدات، وده طبعا سرعه وتسديدات ورأسيات. بالنسبه للدفاع فهتخليه بالمنظر ده. هنقفل بقى الناحيه دي، هنقفل الناحيه دي، ومش محتاجين نطلع نهاجم. فعاوزين بقى مين هنا؟ عاوزين ترام يا رجاله، عاوزين ترام من بره عشان نقفل الجناح ده. هنجيب ترام من بره، ترام اهو. هنقفل على الجناح كده، يبقى كده تمام قوي. وننقل ده الناحيه دي ونخليها بالمنظر ده عشان نكون دفاعي. التعليمات الفرديه بقى، تعالى لي للتعليمات الفرديه. اول حاجه هتثبت لي بقى المهاجم اللي هو ما عندكش غيره. طبعا سي اف ده يعتبر مش مهاجم، ده اس اس يعني سكند سترايكر، بيجي من ورا لقدام المفروض. هنيجي بقى للاعب التاني اللي هنثبته. يفضل ان انت تثبت نيمار، تثبت نيمار عشان ما يتعبش، اللي هو المفتاح اللاعب اللي انت تبدا تلعب عليه. كمان هتدي اتاك لمين بقى؟ هتدي مثلا واحدة اتاك او تلعب دفاع، ندي اتاك لنيمار، او نخليه الاول يتحرك لوحده، لو لقيناه ما بيتحركش لوحده نديله اتاك، تمام. هنيجي نتاكد ان احنا مديين ديفنس لمين؟ لمالديني. ندي دي بقى المالديني يا رجاله، تمام، عشان نو ستايل. طيب هندخل مباراة بقى. هي دي التشكيلة يا جماعة، التشكيلة النهائية لينا هتكون بالمنظر ده. نربط بقى اللينك اب ما بين نيمار و ريكوستا، هتبقى الخطه بالمنظر ده يا رجاله. وتكون عندك في البدائل بقى هنا، ده الشوط الثاني يكون واحد كريتيف بلاي ميكر واحد هول بلاير تاني، تمام. خطه بالمنظر ده. تعالوا نبدا مباراه ونشوف كده الاداء ايه. طيب يا رجاله، تشكيلتنا زي ما انتم شايفين، وتعالوا نشوف تشكيله المنافس كده. تشكيله المنافس 4-2-2-2. فهنشوف بقى التشكيله دي ولا التشكيله دي. يلا بينا يا رجاله. واللمسه الاولى والثانيه، ومين جاي؟ بيكهام، مالديني. حلو مالديني. يلا واحدة طويلة. ده عامل لي مان تو مان هنا ولا ايه؟ عاوزين نشوف الكورة لما ناخدها ونديها بقى لقدام. ريكوستا فين؟ بص رجع هنا زي ما قلت لكم بقى، يرجع ريكوستا اهو. ريكوستا وجون يا راجل. دخل عليه 3. يلا كوستا، يلا كوستا، جون.
تسديده الاولى صاروخ واحده طويله عكسيه كده من بيكهام، حلوه. كوستا خد ال1 2، خد ال1 2 تاني، عدى الجون التاني. المس برا الجون. خلاص خلاص، انت بتعمل ايه؟ جون. الجون التاني يا جماعه خطه من الاخر. 2-0. مين ده؟ كوبو. كوبو بالسرعه، وكوبو بيعمل ورفعت كوبو، حلوه يا جون. كوستا خلت، حلوه خلت. يلا تسديده كمان من خلت، جون. ليه يا خلت؟ رفعت بيكهام بقى في حته تانيه. رفعت بيكهام، حط يا خلت. ازاي خلت خدها؟ حلوه، فتح معاه وحطها يا راجل. احنا ما رفعناش، عايزين نرفع واحده لخلت. ريكوستا، بيكهام، ريكوستا، بيكهام، ريكوستا، بيكهام. حط بقى مين؟ فين خلت؟ فييرا، كوستا، وهجمة. حلو. اتخدم الجون. اتخدم الجون. طلع الجون مرة واحدة، اتخدم منه. يا راؤول حلو يا راؤول والله. وانتهت المباراة يا رجالة، وعاش عليكم. بصوا الخطة حلوة، المباراة حلوة. نجرب ماتش تاني. الراجل بيلعب بالتلاتة 2-2-3. تشكيلتنا 4-1-3-2. يلا بينا. حط يا راجل. اقدمه. هي مشيت معايا بصراحة الجون ده، يعني باي لك. وايه كمان هي ماشي. وايه كمان. الله مسمي اسمه حلو. هو بيلعب على الرفع ده ولا ايه؟ حلو قوي الجون ده. هو بيلعب على الرفع. حتى يا سلام يا عم خلد. يا سلام على الهجمه دي. ازاي يا عم ما تخشش جون دي؟ والحظ رجع له، وما اعرفش اللاعب بتاعه مش عايز يشوط الكوره، ملوش مزاج يشوط الكوره اللاعب. يا عم بقى يعني اقول ايه يعني؟ نيمار كل الاتنين، كل الاول وكل التاني يعني. وايه كمان هتتصد؟ وايه كمان. صعب والله الماتش ده.